السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا تعليق الحكم الخبير التحكيمي الكبير جمال الشريف عن حالة التحكيم الجدلية في مباراة الزمالك اليوم وغزل المحلة، وطبعا اللي حصل في الطرد، حالة طرد غريبة جدا جدا لفريق غزل المحلة في أول الماتش، فتحت الماتش للزمالك وخلت الزمالك يكسب المباراة طبعا بمساعدة التحكيم. بس الأول اعمل اللايك اللي بيتابع، ويعمل الشير علشان مصر كلها تشوف كلام جمال الشريف عن حالة الطرد الغريبة اللي طبعا اتعرض ليها غزل المحلة. جمال الشريف علق وقال ان الكرة طبعا صعبة جدا جدا، ولكن الكرة لا تستوجب الطرد تماما. الكرة ما فيهاش اي طرد ولا فيها تهور من لاعب غزل المحلة، حيث قال ان لاعب غزل المحلة طبعا الكرة مشتركة ما بين اللاعبين، ما بين لاعب غزل المحلة ولاعب الزمالك، ولكن الكرة مشتركة وهي كانت في حوزة لاعب غزل المحلة، واللاعب حاول يلعب الكرة اللي كانت نازلة على رجله، وهنا لعيب نادي الزمالك هو من تدخل في رجل لاعب غزل المحلة، هو اللي دخل جسمه ودخل راسه في طبعا رجل لاعب غزل المحلة، وهو اللي قاصد ان هو كده يعور نفسه. وده طبعا تهور من لاعب الزمالك اللي هو ممكن يعور نفسه، وممكن يعني بتدخله الغريب الغشيم انه كان يسبب لنفسه اذية، ولكن الكرة طبعا هي في حوزة لاعب غزل المحلة ولا تستوجب اصلا انذار حتى على الكرة، وطرد ظالم يتعرض ليه غزل المحلة فتح الماتش طبعا للزمالك وخلى الزمالك ينتصر في المباراة بكل سهولة. ومن وجهة نظر جمال الشريف ان الكرة طبعا هو تدخل غشيم من لاعب الزمالك، وهو من اجبر اللاعب غزل المحلة طبعا انت داخل فيا ودخلت بجسمك ودخلت بوشك في رجلي اللي انا بلعب بيها الكرة، وطبعا ده تمثيل يعتبر من لاعب الزمالك. اعمل اللايك واعمل الشير، وصل طبعا كلام جمال الشريف لمصر كلها، وتعرف مجاملة الزمالك اللي حصلت النهارده والحكام اللي بيساعدوا الزمالك يفوزوا بالدوري.